عادل الموظف الحكومي اللي ماشي جنب الحيط وبيقول يا أرض تهدي معليكي قدي، قرر يمشي بدري من الشغل في يوم زي أي يوم. قال لنفسه وهو ماشي ياه أخيرا يوم هادي مفهوش صداع ولا وجع قلب، أروح أعمل لي كوباية شاي بالنعناع وأريح أعصابي. وهو ماشي مروح الدنيا ساكتة حواليه، لمح فجأة شاب واقف على الرصيف بيعمل حركات غريبة، بيرفع إيده لفوق كأنه بيشاور على حاجة في السماء، وبعدين يلف رقبته بسرعة يمين وشمال ويخبط على صدره بإيده التانية كأنه بيدق على طبلة، وفي الآخر يثبت وشه مكشر كأنه سمع خبر مش كويس. عادل بصله باستغراب وقال في باله ده ماله، ده شكله متخانق مع حد ولا حاجة، الله يهديه. ومشي وهو بيهز راسه، ركب الأتوبيس وقعد جنب الشباك بيتفرج على الطريق وهو مسترخي. وفي السكة يشوف عند محطة البنزين 3 شباب واقفين بيعملوا نفس الحركات بالظبط، واحد منهم زودها أوي بدل ما يخبط على صدره بس قاعد يهز كتفه ويرقص بطريقة عجيبة. عادل اتعجب وقال ايه اللي بيحصل ده، هو في حاجة غلط في الجو ولا ايه؟ بدأ الشك يدخل قلبه، بس كالعادة قال لنفسه أنا مالي، أنا عايز أشرب قهوة وبس. نزل من الأتوبيس وراح على القهوة اللي بيحبها وقعد على الترابيزة بتاعته ونادى على القهوجي وقال له بهدوء لو سمحت هات لي واحد شاي كرك وسندوتش جبنة مشلطة اللي بتفتح النفس. القهوجي راح وجيه بعد كام دقيقة، بس وهو بيحط الطلب قدام عادل عمل نفس الحركة الغريبة، رفع إيده ولف لفة بسيطة بجسمه وبعدين حط الشاي قدام عادل وهو مبتسم. عادل بصله باستغراب أكتر وقال إيه الحركة دي، في حاجة جديدة ولا إيه؟ القهوجي ضحك وقال يا أستاذ عادل دي موضة كده. عادل استغرب أكتر وقال موضة إيه بالظبط؟ بتوزع شاي ولا بتعمل تمارين رياضية؟ رجع البيت وهو حاسس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل في البلد. فتح باب العمارة ولقى أطفال الجيران واقفين قدام الباب بيلعبوا نفس اللعبة، واحد يخبط على صدره جامد وواحدة تلف حوالين نفسها بسرعة وطفل صغير عامل وشه مكشر وبيزعق أنا بعمل زي ما بشوفهم بيعملوا. عادل قال في نفسه يا ترى إيه الحكاية؟ هو في إعلان جديد ولا حاجة نازلة والناس كلها اتجننت؟ دخل شقته وهو عنده أمل يلاقي الهدوء والأمان، بس فجأة سمع صوت جاي من الصالة، صوت تخبيط خفيف كده. فتح الباب بالراحة والصدمة لقى ابنه واقف قدام المراية وبيعمل نفس الحركات اللي شافها طول النهار، رفع ايده لفوق ولف رقبته يمين وشمال وخبط على صدره بحماس، وبعدين بص لعادل بابتسامة كبيرة وقال بابا شفتني أنا بعمل الترند الجديد، كله بيعمل كده على التليفون. عادل وقتها مسك راسه وقال بذهول أنا طلعت من الشغل بدري عشان أريح دماغي، مش عشان ألاقي العالم كله بيقلب حلبة مصارعة وأنا آخر من يعلم. بعد ما استوعب عادل الصدمة الكبرى بتاعت ابنه والترند، قعد على الكنبة في الصالة جسمه مهدود وعينيه تايهة، بص حواليه كأنه بيدور على مخرج من الكوكب ده، وبعدين هز راسه ببطء وقال لنفسه بصوت واطي ومليان يأس يا ترى إيه اللي هيطلع تاني؟ يعني لو ترند طلع بيرقصوا على أغاني عفاريت في المقابر هيقلدوه برضه، ولو الترند الجاي نط من الدور العاشر هيقولوا ترند وينطوا. اتعادل في قعدته وبص قدامه بتركيز، وعلامات الخوف بدأت تظهر على وشه أكتر، بلع ريقه بصعوبة وعينيه وسعت وبدأ يتمتم بكلام مش مفهوم.